ملخص الحلقة الأولى من انمي بلولو. بيبدأ الانمي بماتش نهائي لقليم واللي فريق ماتسوكازي متركزوش على الأسماء اللي متقدم بجون على فريق اتشينان، والكرة دلوقتي مع اللاعب إيساجي واللي بيعدي المدافعين ومحدش قادر يوقفه، وعايز يروح يجيب جون عشان يتأهل للبطولة الوطنية. وبينادي عليه واحد صاحبه بيقول له باص الكورة، وإيساجي متردد يباصي ولا يشوطها، وبيفتكر كلام المدرب وهو بيقول له فرد للواحد والكل للفرد، وبيباص الكرة لصاحبه اللي بيشوطها في العارضة وبيضيع هجمة التعادل. لا ومش كده وبس، لا ده كمان الكرة اتردت وراحت هجمة مرتدة عليهم جوهرة الكرة اليابانية واللي هو كيرا، واللي بيشوط شوطة قوية جدا واللي بترشق في المقص، وبتنتهي المباراة بفوز الفريق 2-0 مع حزن وبكاء الفريق، الا ان ايساجي ما حصلوش اي حاجة. وبعدها بيبقى ايساجي ماشي الطريق مروح وبيعتذر لقدوته اللي هو نوا لاعب الفريق الفرنسي، واللي بيقول لنفسه ان عمره ما هيبقى زيه ولا هيقدر يحقق حلمه بانه ياخد كأس العالم مع المنتخب اليابان. وبعدها بينهار في العياط، وبعدها بيروح البيت يلاقي امه عامله له كاستلاسة باللحم الخنزير. استغفر الله يا اخي، اكيد لجلب النجاسه، قصدي جلب الحظ طبعا. وبعدها بتعرفوا ان في رساله جات له من الاتحاد الياباني لكره القدم مكتوب فيها ان تم اختياره عشان يلعب في منطقه سريه. وبعدها بيروح للعنوان اللي موجود في الورق وبيقابل هناك كيرا ولاعب فريق ماتسوكو، بيقول له ها فاكرني؟ بيقول له طبعا انت كيرا لاعب فريق ماتسوكازي اللي انتوا كنتوا بتلعبونا من ايام في نهائي الاقاليم. ومدح بيقول له انت عندك رؤيه واسعه والذكاء عالي في الملعب. وساجي فرح لكل ده، بيقول معقول كيرا ورد كرة القدم اليابانيه بيمدحنا انا؟ وبعد كده بيخشوا مع بعض وبيلاقوا لعيبه كتير، وبيظهر شخص مهجول وبيقول ازيكم ايها المسات الغير مسكوله، انتم هنا 300 مهاجم في القاعه دي من سن 18 سنه، تم اختياركم بقراراتي انا يوغي، تم تعييني عشان اخد كأس العالم. والكل مستغرب وبيسأل إيساجي انت شفت الراجل ده قبل كده؟ قال له لا خالص والله ما اعرفش عنه. وبيكمل كلامه بيقول بكل بساطة في حاجة واحدة بس ناقصة في كرة القدم اليابانية عشان تبقى هي الأفضل في العالم، هخلي واحد فيكم هو أفضل لاعب في العالم، وده اللي اتعملت عشانه منطقة بلو لوك. من النهارده هتعيشوا هنا وهتتدربوا تدريب انا اللي صنعه، ومش هتعرفوا تروحوا خالص، بس بوعدكم اللي هيعرف يهزم ال 299 لاعب اللي هنا هيصبح افضل مهاجم في العالم. ولكن كيرا ما عجبوش الشروط وبيقول له انا مش متفق مع الكلام ده، عشان كل واحد فينا عنده فريق مهم بيلعب وفي بعضنا هيلعب في البطوله الوطنيه قريب. ويرد يغو بيقول له عايزين تمشوا امشوا، فعلا انتوا اغبياء، هل الفرقه دي اللي انتوا بتلعبوا فيها دي اهم عندكم ان تكون احسن مهاجم في العالم؟ مجرد ما افكر في مستقبل اليابان ان في ايديكم بفقد الامل. اسمعوا، اي هي كرة القدم بالنسبة لكم مجرد عن 11 لاعب بيتعاونوا واللاعب للفريق، عشان كده كرة القدم اليابانية ضعيفة جدا. كرة القدم الحقيقية هي احراز الاهداف اكثر من الخصم، ولو عايزين تلعبوا مباريات تافهة مع اصدقائهم امشوا. بيقول له كلام غلط، ما احنا شفنا لعيبه المنتخب الياباني المحترفين ان هم بيتعاونوا. وبيرد عليهم يغو بيقول لهم هل فازوا بكأس العالم؟ نوا مهاجم فرنسا واحسن مهاجم في تاريخ العالم اللي عرف ياخد الكرة الذهبية من ميسي وكريستيانو كان بيقول ان اجيب الهاتريك ونخسر احسن من ان اساعد زمايلي في الفريق ونفوز. قال ايريك كنت وانا مهاجم منتخب فرنسا مما لا أبالي بشأن فريقي، كل مرة ولفت الانظار قال بلي الافضل في العالم سواء كان مهاجما او لاعب وسط او مدافع او حارس، اسال عما تشاء فالجواب يبقى انا. ايه رايكم في الجنون ده؟ هم دول احسن لعيبه في العالم وكلهم انانيين، والانانيه هي اللي ناقصاكم عشان تبقوا زيهم. عشان كده كرة القدم في اليابان ضعيفة. انا عايز اصنع منكم لاعب يقف على جثة ال 299 لاعب. تخيل كده انك في نهائي كاس العالم والنتيجة 0-0 وفي الدقيقة الاخيرة من الاكسترا تايم ومعاك الكرة ورايح انفراد على الحارس وزميلك واقف جنبك، لو بصيت له هيبقى الجون مضمون، بس الانان المجنون هو اللي هيشوط الكرة دي من غير تردد. ادخلوا من الباب ده في ارضية الملعب لو انت النجم. وساجي عارف ان هو ده طريقه في انه يحقق حلمه وياخد كأس العالم ويبقى احسن لاعب في العالم، وجرى على الباب وكله جرى وراه، وكل واحد بيخش اللبس بتاعه واللي بيكون مكتوب الرقم عليه، واللي بيكون رقم ايساجي هو 299. ولما بيدخل الغرفه بتاعته بيلاقي ان في ناس تانية معاه في الغرفه منهم كيرا، وبيتعرف على لاعب اسمه اجراشي وبيقول له تعرف انا عيلتي بتمشي معبد كامل وانا مش عايز ابقى زيهم، انا عايز العب كرة القدم. وانا لما سمعت كلام الراجل ده حسيت ان هو ده الطريق لتحقيق حلمي. وإذا الراجل مجنون تاني على الشاشه بيقول لهم ايه؟ ان اللاعبين اللي معاكم دمت هم اصدقائكم ومنافسينكم ويساعدوكم في انهم يطوروا نفسكم، والارقام اللي على تيشيرتاتكم تصنيفاتكم وبالترتيب احسن لاعب من واحد لاضعف لاعب واللي هو 300. وبيفتكر ايساجي ان هو رقم 299 ف
يا خيبه الامل. وده معناه ان اللعيبه اللي معاه اقوياء جدا، وبيقول لهم يجوا ان هم بيقدروا يرفعوا اسمهم حسب مستواهم، ولا يوصلوا لاعلى المستويات. احسن 5 لاعبين هيلعبوا في منافسه هتتعمل كمان 6 اشهر، وانهم هيدخلوا كمهاجمين في منتخب اليابان تحت 20 سنه وفي كاس العالم. ولو حد خسر في التحديات دي هيطلع من المنتخب ومش هيقدر يلعب تاني. وبيبدا التحدي الاولاني واللي هو بالظبط هيبقى في 136 ثانيه، اللي هيبقى معاه الكوره قدامه دقيقتين يخبط فيهم حد بالكوره عشان يبقى هو المطارد. وبيبدا باول لاعب اللي هو اجراشي، يقول لهم محدش يلومني. ممكن الكلام ده يطلع بجد. وبيجري على ايساجي وبيشوطها عليه، بس ايساجي بيتجنبها وبيبقى مش عارف يجيبها في حد عشان كله بيهرب منه، بس بيفتكر اللاعب اللي كان نايم على الارض. اقول خلينا اجيبها فيه، وهو كده كده نايم مش هاخد باله. ولسه راح يحدفها فيه، بيقوم الولد قايم من النوم وخبطه برجل في وشه، وبيجي واحد من اللي معاهم في الاوضه بيقول له انت بتعمل ايه؟ ده مش لعب نزيه. والولد بينتهز الفرصه ويقوم راشعه بالكره في دماغه، وما قال انا تعمل فيها كده، ويقوم مسكن الكوره وراح يشوطها في الولد. ولكن الولد بيقوم ماسك ايساجي ويقوم الولد شايطها فيه، فتقوم الكوره جايه في ايساجي ويبقى هو المطارد. وقدامه دقيقتين عشان يجيبها في لاعب، ولو فشل هتنتهي مسيرته الكرويه. ولكن بيقول كلهم رياضيين جادين واعلى مني في التقييم ومش هعرف اجيب فيهم. انا اختار اقل واحد فيهم في التقييم واللي مفيش غيره اللي هو اجراشي. وبيجري على اجراشي وهو بيجري بيخبط في باتشر وبيقع على الارض، وبيبدا قدام ايساجي فرصه في انه يشوط. ولكن بيقول لنفسه لا، انا لو عايز اتحسن لازم اشوطها في واحد احسن مني في تصنيف اعلى مني. وبيجري على باتشرا، وباتشرا يقول عجبتني، انت معاك حق، ولو عايز تهزم حد لازم تهزم حد احسن منك. وبياخد منه الكرة وبيجري كيرا وبيشوطها، ولكن كيرا بيتفاداها وبيرجع شوطها تاني، بس المرة دي عالية من فوق. وبيطمن كيرا انه مش هيعرف يعمل اي حاجة وان دي مش شوطة، ولكن بتطلع ان دي بصل ايساجي. وبيخلص الفيديو بس على كده. لكن هل ايساجي هيشوطها في صاحبه كيرا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. ولا فيديو جامد فشخ عجبك، ده فيديو تاني هيعجبك. ويلا بيس.